مين هو صلاح الدين؟ صلاح الدين يوسف ابن أيوب اتولد سنة 1137 في تكريت بالعراق، وأصله كردي من قبيلة روادية، بس عاش أغلب حياته بين العرب وكان بيتكلم العربية الفصحى بطلاقة، وطبعا اتربى على الإسلام وحب الجهاد. وأبوه نجم الدين أيوب كان والي تكريت، وعمه أسد الدين شريكوه كان قائد عسكري كبير عند السلطان نور الدين زنكي. لما كان صلاح الدين صغير نقلوه على دمشق، وهناك اتعلم الفقه والأدب والفروسية، وكان هادي وذكي ومحبوب وسط الناس. والأحداث اللي غيرت حياته بدأت سنة 1164 لما الخليفة الفاطمي في مصر طلب مساعدة نور الدين زنكي علشان يحميه من الصليبيين، فبعت له أسد الدين شريكوه ومعاه صلاح الدين الأيوبي علشان تبدأ حكايته في الدنيا مصر. وصلاح الدين هنا أثبت نفسه وجدارته في المعارك اللي خاضها ضد الصليبيين، علشان بعد وفاة أسد الدين شريكوه سنة 1169 الخليفة العاضد بالله آخر خلفاء الدولة الفاطمية يعين صلاح الدين الأيوبي وزير مكان عمه اللي مات أسد الدين شريكوه.